الحلقه اللي غادي نديرو اليوم حلقه مهمه بزاف، لاننا غادي نتكلموا على ادق التفاصيل بخصوص المباراه ديال الشفاوي. الله يرضي عليكم تتبعوا معايا دو ا زد. قبل ما غادي بطبيعه الحال ما كرهش انكم تخليوا واحد الدعاء بالنسبه للناس اللي يدوزوا امتحان ديال الكتابي، الله يسهل عليهم كاملين ان شاء الله، واللي يخدم مزيان وكافح وتقاتل الله يوفقه ان شاء الله والله يسمعوا اخبار الخير. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاخوان غادي نخلي لكم الكونت ديالي في انستغرام، ما كرهتش ديروا واحد الهجوم عليه بطبيعه الحال، فولو بطبيعه الحال، باش نبدا نحط فيه واحد البرنامج اللي هو مهم. هذا البرنامج هذا غادي نخليه سكري، ما بغيتش نهضر عليه، قلت حتى يكبر الكونت واحد شويه عاد غادي نبدا نحط فيه. دونك الاخوان الله يرضي عليكم اللي شاف هذا الفيديو هذا بطبيعه الحال يحاول اول حاجه يشوف الفيديو دو ا زد، يتبعوا من الاول حتى الاخر. ثاني حاجه يدخل القناه الكونت انستغرام بطبيعه الحال ويعمل فولو. تري بيان الاخوان. شوف المستجد الجديد اللي كاين بخصوص دابا انا راه ديجا هضرت في الفيديو السابق على الشفاوي، ولكن بزاف ديال الاتصالات وبزاف ديال الاسئله اللي سولتوني في الخاص على حساب بزاف ديال الحوايج اللي شي حوايج عندكم فيهم غموض بالنسبه للمباراه ديال التعليم. ديجا هما شنو تيقولوا لكم في المباراه ديال التعليم في الشق الشفوي بطبيعه الحال؟ بعدا قبل ما غادي نبداو في هذا الموضوع، يوم الخميس راه هو الاعلان على نتائج ديال الكتاب بطبيعه الحال. يوم الخميس بعد غدا، اليوم الثلاث غدا الاربع، يوم الخميس هو الاعلان على النتائج ديال الكتابي. نقطه الى السطر. كيف ما قلت لكم غادي نتكلموا على الشفوي. هما شنو قالوا لكم؟ قالوا لكم الرائز المهني ودراسة وضعية. الرائز المهني ودراسة وضعية. عندنا هنايا جوج ديال الحوايج بطبيعة الحال. هما قبل ما غادي نفصلوا في هاد الحوايج هادو شنو عاطينكم بانه عندكم واحد يعني عاطينكم واحد المده زمنيه فين انكم توجدوا الخدمه ديالكم، وعاد كاين العرض ثم المناقشه. العرض جو بونس عاطين فيه ثلث ساعه، والمناقشه عاطين فيها نصف ساعه. الا جينا نديروا الحساب ديال شحال ديال الوقت غادي تكون واقف قدام اللجنه، تقريبا ما بين 40 دقيقه حتى ساعه د المكانه. نجيو لموضوع مهم بزاف اللي هو دراسه الوضعيه و الرائز المهني. غادي نبداو بالرائز المهني. الرائز المهني هو الشيء الجديد اللي عندكم حاليا، هو الرائز المهني. باقي الدراسه ديال الوضعيه راه ديجا كانت عندكم العام اللي فات والاعوام اللي قبل، ولكن المستجد اللي كاين هذا العام هو الرائز المهني. وبزاف منكم ما عارف شنو هو هذا الرائز المهني. تيشوف هذا الرائز المهني ما تيعرف شنو هو هذا الرائز المهني. راه بكل بساطه ما معنى الرائز الكويز؟ هو مجموعه من الاسئله كتعطى لك اللي عندها علاقه بالمهنه ديال التعليم، لا أقل ولا أكثر. مجموعة من الأسئلة اللي غادي تطرح عليك اللي عندها علاقة بالتعليم، بالمهنة ديال التعليم. سالينا الرائز هو واحد الكويز فيه بزاف ديال الأسئلة بطبيعة الحال اللي عندهم علاقة بالخدمة بالتعليم. هاد الأسئلة ما يمكنليش نقول لك أنا شنو غيكونوا في الأسئلة، لأن ما تعرفش شنو غيسولوك، وإنما غيسولوك يعني اسئله اللي عندهم علاقه بمهنه ديال التعليم. نعطيكم غير مثال. يقدر يقول لك سيدي علاش اختاريتي التعليم؟ سؤال هذا داخل في الكويز. علاش اختاريتي المهنه ديال التعليم؟ علاش؟ واحد القضيه اخرى مهمه بزاف هذا الموضوع هذا، في هذا السؤال هذا بالضبط. الا مشاو سولوك قول له ودي مثلا انا مهنه ديال التعليم مهنه اللي كنعشقها منذ الصغر ديالي بطبيعه الحال، مهنه شريفه، مهنه نبيله بطبيعه الحال، ولكن نقول له ودي حتى الجانب المادي حتى هو دفعني على انني نولج لهاد الوظيفه هذه. باش نكونوا واضحين، الا شوف اي واحد فينا بطبيعه الحال الا داخل واحد الوظيفه الا باش يحسن من المستوى المعيشي ديالو والمستوى المادي ديالو باش يرفعه. صافي بوين فينال. راه ما يمكنش انا غتقول له لا حكا من هذه خدمه زوينه ولكن عرفنا داكشي سي فغي كاين، ولكن شكون اللي جابك انت لتما؟ هو انه يعني غتقول له بديك اللباقه وصيفط له داك الميساج اي دخلت، ولكن راه حتى الجانب المادي حتى هو عنده دور في هذا الشيء هذا. اي في النقطه الاولى بطبيعه الحال انا كنولج هذه المهنه هذه لانها مهنه شريفه، هذه ما نتناقشوش عليها، لانني باغي نعطي واحد البصمه ديالي في هذا المجتمع هذا، باغي انني نطلع واحد الجيل نقي، جيل زوين، جيل. ولكن هذا لا يعني ما يمكنليناش ننسى نكروا على انه انا ولجت هذه المهنه على اساس انني باش يكون عندي واحد الصالير، حتى انا باش نحسن المستوى المعيشي ديالي، حتى انا باش ندير عادي جدا.
عادي جدا الاخوان هذه المساله هذه. مزيان، دابا غادي ندوزو للوضعيه ديال دراسه الوضعيه. دراسه الوضعيه راه سي تو سامبلومون قبل ما غادي تبداو غادي يحطوكم في واحد القاعه بطبيعه الحال، غادي يعطيوكم اظرفه. هذيك الاظرفه كل ظرف كيكون فيه واحد الدرس معين. ربما يقدر يطيح فيك انت درس يقدر الاخر يطيح فيه درس يقدر الاخر يطيح فيه درس زد. يعني داك الشيء ما كيكونش، ما غاديش تعرف انت بالضبط شنو. فاش غادي تحل داك الظرف ديالك غادي تلقى داك الدرس ديالك، هذاك الدرس غادي تمشي لواحد القنت، واحد المكتبه ولا شي قاعه تما، وغادي تبريباريه. غادي يعطيوك المده ديال ساعتين. داك الدرس شنو غادي دير؟ غادي تحاول انك دير تقديم ديال الدرس، وهما اللجنه اللي غادي تدخل عندهم بطبيعه الحال غادي يسولوك في داك الدرس اللي عندك انت تما. سي تو سامبلوم. ومن بين هاد الدرس هذا يعني خصك تكون عارف كيفاش انك خصك توجد الجداده ديالك. كنظن انكم راكم عارفين هذه المساله، بما انكم دوزتوا الامتحان ديال الكتابي فراكم قريتوا الديداكتيك وعرفتوا شنو هو الديداكتيك، وبالتالي راه لا يخفى عنكم بطبيعه الحال الجداده بيان سور. دونك الجداده راه غادي تكون معطيه لكم، وغادي يقول لك اودي دير ليا يعني فاش غادي نديروا التقديم ولا الشرح ديال واحد الدرس راه الجداده داخله في داك الشيء بطبيعه الحال. يعني هذا الشيء هذا ما هو ديداكتيك، يعني كيفيه تقديم درس امام اللجان، وبليطو ماشي امام اللجان وانما امام التلاميذ. انت راه فاش غتدخل غدير بحال التلاميذ هذوك. فاش كندخل ممكن انهم يسولوك في بلاصتك على داك الدرس في بلاصتك، ممكن انهم ينوضوك الصبوره ويقول لك يلا شرح لنا الدرس وحنا كتلاميذ ولقي علينا الدرس ديالك بطبيعه الحال. انت كتهضر وانت كتكتب او ميم طون بيان سور. دونك هذه هي الوضعيه، هذه هي دراسه الوضعيه. دراسه الوضعيه كيف ما قلت لكم كيعطيوك درس معين. واحد القضيه ما يمكنش تقول لي استاذ واش انا غادي نجيب معايا البي سي ديالي، واش نجيب معايا انا البحوث ديالي، واش نجيب معايا الكتوبه ديالي فين؟ لا، ما كاين لا بحوث لا والو، ما عندك ما كاين لا مراجع لا والو. عندك اخويا عاطيك واحد الدرس وهذيك الساعه بالافكار اللي عندك، داك الريزيرفوار اللي عندك في الراس، هذاك الريزيرفوار هو اللي غادي تستخدمه باش انك تعطي واحد لا كريم ديال داك الدرس اللي غادي تقدمه بيان سور. سي تو سامبلومون هادشي اللي كاين، لا اقل ولا اكثر. اذا عندكم جوج ديال الحوايج، عندكم الرائز المهني، وحيت بزاف ما عارفين شنو هو هذا الرائز المهني. الرائز المهني هو مجموعه من الاسئله التي تطرح امام المترشح والتي لها علاقه بما هو بالتعليم لا اقل ولا اكثر. ودراسه الوضعيه يعني انه غادي يعطيك واحد الدرس انك غادي تبريزونطيه بيان سور، ولكن راه فاش كتوقف قدام اللجنه راه اول حاجه ماشي غادي يقول لك هو مع الدقه يلا سيدي ديرنا قدمنا الدرس. لا، اول حاجه لا بريزونطاسيون، التقديم. خصك تقدم راسك. وإلا كنتو كتسمعوا شي واحد تيقول لكم خصك تحفظ لا بريزونطاسيون، هذا اكبر غلط. ما عمرك تحفظ، لانه فاش كتكون حافظ وكيوقع عليك ديك لا بيرتورباسيون امام اللجنه راه كتمشي الحفاظه كيمشي لكل شيء. دائما حاولوا انكم ما تحفظش، حاول بحال كتهضر مع صاحبك، بحال اللي كتبريزونتي راسك قدام صحابك عادي بواحد الثقه في النفس وبواحد الراحه. اما الا بقيتي كتدخل تقدر تنسى. راه الانسان فاش كيدخل امام اللجنه راه تكون كيف ما بغيتي تكون، ضروري غيكون داك الجانب ديال الاستريس كيزعزعك، ولكن انت خصك تحكم في داك لو ستريس ديالك. هنا فين كاين الفرق ما بين لو كونديدا ا اي لو كونديدا بي. مفهوم؟ اذا غندخل غير بالعقل ديالي غندير نقدم واحد اون بتيت بريزونطاسيون سوا بالعربيه سوا بالفرنسيه. حاجه اخرى اللي مهمه بزاف وغادي نقولها، راه منين تنقول لكم بان الشفوي ما كنعتمدوش فيه على ما هو الجانب المعرفي، هذا لا يمنع ان اي واحد في اللجنه راه ما غاديش يسولك فيما هو معرفي، لا غيسولك. ماشي تنقول لكم انا راه غادي يعني كيتعاملوا غير مع الجانب ديال البسيكو، غير على الهندام ديالك، غير على طريقه الكلام ديالك، ولكن راه مو غيسولك بطبيعه الحال فيما هو معرفي. غادي يسولك في علوم، يقدر يسولك في علوم التربيه، يقدر يسولك في الديداكتيك، يقدر يسولك في مواد ديال التخصص، ويقدر يسولك حتى على البي اف او اللي قريتي في الليسونس. هادشي كله غيسولك عليه. وحاجه واحده اخرى اللي مهمه بزاف، شوف راه كاين بعض الطلبه ولا بعض المترشحين ولا المترشحات اللي داروا دي ستاج او لا فايت لهم مارسوا هذه المهنه في القطاع الخاص. حتى هنا مزيان، ما كاينش حتى شي مشكل. استفدتي خديتي تجارب في القطاع الخاص سي تري بيان. ممكن هذه النقطه تلعب لصالحك كيف ما انها ممكن تلعب ضدك. بمعنى باش نزيدو نشرحو نديطايو مزيان،
كيفاش هاد النقطه غادي تلعب في صالحك؟ هاد النقطه غادي تلعب في صالحك اذا فاش انت كتوقف امام اللجنه من حقك انكم تقول لهم راني ديجا خدمت في القطاع الخاص. ما تقولوش لهم انا حاليا كنخدم في القطاع الخاص، لانه الا مشيتي قلتي له انا حاليا كنخدم في القطاع الخاص، بغيتي تقول زعما راه عندك تجربه، باش غيجاوبك هو؟ غيقول لك انت حاليا كتقرا في القطاع الخاص وجاي دوز الامتحان، صافو دير كو انت راك خليتي واحد التلامذ بلا قرايه بلا والو وجيتي دوز الكونكور. هنا غتضرب، هنا غتاكل العصا انت مزيان. يعني انت ما عندكش المسؤوليه ملي خليتي الوليدات بلا استاذ وجيتي دوز الكونكور. غتقول لهم انا كنت كنقري ديجا حاليا، لا ولكن قبل كنت درت واحد التجربه ديال 6 شهور ولا ديال ان مثلا في القطاع الخاص، كنت مثلا ستاجير ولا كنت خدام كنقري واحد المستوى ا ولا مستوى بي ولا كنت. ما تقولوش دابا عندكم تقولوا له دابا، قول له كنت عندك تقول دابا. هذه نصيحه الاخوان، ديروا خذوا بهذا الشيء هذا بعين الاعتبار. انا تنوصيكم. اون فان دو كونت شوف الشفوي تيكون ساهل. راه حنا تنعيو من نهضروا راه فاش كتوقف قدام اللجنه راه داك الشيء كيدوز دغيا. واحد القضيه، حاولوا ما امكن انكم تتكلموا بالعربيه الفصحى او لا باللغه الفرنسيه. الا هضر معكم الا كان المخاطب هضر معكم باللغه الفرنسيه، ردوا عليه باللغه الفرنسيه. كنتكلم معكم بالدارجه، شوف كنتكلم معكم بالدارجه ولا بالعربيه الفصحى، ردوا عليه بالعربيه الفصحى. ما تردش عليه بالدارجه، رد عليه بالعربيه الفصحى. وحاول اخويا ديك نص ساعه، ديك ساعه المقاله اللي عندك في قدام اللجنه، حاول انهم تبقى انت راسخ في الدين ديالهم، يعرفوا بان فعلا راه داز عندنا واحد المترشح اللي يختلف اختلاف تام على جميع المترشحين اللي دازوا عندنا. هذه المساله اللي بغيت نقول لكم انايا، حاول ما امكن انك تتكلم بالعربيه الفصحى او لا بالفرنسيه على حساب هما باش سولوك. هادشي اللي كنقول الاخوان يعني تحاولوا تاخذوه بمحمل الجد. وفي اخير كنقول لكم الله يوفقكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وما يكون غير خير بيان سور. هادشي اللي كاين، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ما تخافوا، ما تدهشوا، ما حتى شي حاجه. واحد القضيه كاين اللي كيقول بان عدد المترشحين هو غادي يكون فوا ان ادمي، ولكن راه عدد المترشح يعني مثلا كيف ما قلت لكم طالبين 20000 راه 40000 هما اللي غادي يدوزوا الشفوي. يعني الا جينا نشوفوا دو بوست غادي نهزوا غير واحد من كل جوج ديال لي بوست. كنظن واقيلا غتكون هذه اخر حلقه اللي غادي نخصوها بالنسبه للشفوي، لانه قلنا ما داكشي اللي خصو يتقال راه قلناه، ما بقى لنا ما نضيفوا. الاخوان اللي عنده شي تساؤل ما عليه اللي يتواصل معايا عبر الواتساب، راه ديجا النمره ديالي مخليها لكم، او لا لي كونط فيسبوك ولا انستغرام. كيف ما قلت لكم الاخوان الانستغرام ديالي راه ديجا غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون. حاولوا انكم تلتحقوا بيا ليه ان شاء الله، باش حيت عوال باش ندير واحد البرنامج اللي زوين ومفيد بزاف ليكم بيان سور. ما بغيتش ندا، قلت حتى نجمعوا واحد القاعده جماهيريه محترمه عاد نطلقوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. تبارك الله عليكم، الله يعاونكم، تهلاو في راسكم، بالتوفيق للجميع، والله يسمعكم اخبار الخير بيان سور.